العربية ملهاش حدود تاني مع إسرائيل، مع العلم عشان الناس اللي عارفاش إن في إسرائيل ليها حدود مع معبر في الأردن، وليها حدود مع لبنان، وليها حدود مع سوريا، وليها حدود في حتت كتيرة. ولكن مع كل قصف إسرائيلي مصر مصر مصر. أنا أقول لكم على حل من رجل صعيدي لجميع الدول العربية من المحيط إلى الخليج. إحنا كمصريين مستعدين ونخوض الحرب ضد إسرائيل وحديني بجنودنا وأهلنا وناسنا. إحنا الوحيدين اللي هنخوضوا الحرب، بس لينا شوية شروط ومطالب يا ريت تنفذوها. وأوعدكم إن إحنا هنحارب وحديني، الجند المصري بس هو اللي هيحارب. أول حاجة، أول ما ندخل الحرب جميع فلوسكم وأرصدتكم في البنوك والبترول بتاعكم يبقى تحت رهننا وتصرفاتنا، وجميع الأسلحة والطيران والدبابات والمعدات تجيلنا على مصر اللي احنا هنحاربوا بيه، وانتوا هتبقوا في بيوتكم وبلدانكم في مأمن. بعد ما ننتصروا في الحرب، بعد ما ربنا يكرمنا وننتصروا في الحرب، بيوتنا ومحافظاتنا وقرانا هتتدمر من القصف الإسرائيلي. أول ما ربنا يكرمنا وننتصروا، في أغلبية نص الشعب المصري هيموت مش مهم، ولكن هنطالبوا بتعويض لأسر الضحايا دولي من فلوسكم، والجباية اللي هتاخدها منكم الغرب لحمايتكم هناخدوها، وهيكون لنا راتب شهري لأسر الضحايا دي مدى الحياة، وهيكون لنا نص حصة البترول اللي طالعة من أراضيكم، وكل دولة اقتصادها هناخده نصه. ليه؟ نحن اللي هنحارب وحدينا، مفيش حد هيحارب معاني. إذا وافقتوا على شروطنا ومتطلباتني هندخل الحرب المصريين وحديهم، الجند المصري هو اللي هيقاتل. لو مش موافقين، في دولة يعني طلعوا من عندكم دولة واختاروها هي اللي تقول أنا اللي هدخل الحارب، وإذا طلبت منينا عيالني إحنا هندفعوهم وحلوا عنيني. غير كده حدش يحكي معاني ولا يقولنا قضية فلسطينية. ما إحنا مش هنحارب وحدينا ونموتوا وإحنا شعبني نص الشعب تحت خط الفقر واقتصادنا واقع في الأرض، وأي دولة عربية هتسلفنا قرشيا هتزلنا بيهم، هتقولوا إحنا شحاتين وهتعايرونا بيهم. فخلاص خلونا نحارب وشروطنا نفذوها. يلا سلام عليكم.